من اكتر المقولات اللي كانت بتشلني الحقيقه حوار ان انا لما كنت بسمع تنميه بشريه كانوا يفضلوا يقولوا لك ايه انت بتنافس نفسك ودايما قارن نفسك بنفسك ودايما ما تبصش لغيرك ودايما يعني حط في دماغك ان انت طول الوقت عمال بتنافس نفسك بحيث ان انت تكون كل يوم احسن والجو ده. وانا شايف ان المعلومه دي بتضر اكتر من ان هي بتفيد وكنت بشوف سذاجتها بصراحه وبشوف ان هو الموضوع غبي او الموضوع مثلا بالنسبه لحياتي الموضوع مش حقيقي اطلاقا. لان حرفيا انا اكتشفت ان انا في حياتي كلها انا داخل في منافسه طول الوقت مع الناس كلها. وانت كذلك انت هتلاقي نفسك انت داخل في منافسه مع البشر كلهم، داخل في منافسه مع اصحابك. انت حتى لما بتروح تحكي لاصحابك اي شيء انت عايز تعمله في حياتك بتبص تروح تلاقي في عينيهم نظره منافسه ان انت مش تعمل كده. عارف اللي هو ايه ده ما كانوش بيقولها لك بصراحه كده في الوش على طول. وكل ما زاد فشل الناس حواليك من محيطك من عائلتك من ناسك من اصحابك من الناس اللي انت بتقعد معاهم، كل ما المنافسه بينكم بتزيد اكتر واكتر وكل ما هم بيحطوك في منافسه اكتر واكتر. ليه؟ لان انتوا كلكم شبه بعض، مفيش حد فيكم ناجح وكلكم كده مريحين بعض وكلكم بتستخدموا بعض كمخدرات. يعني ايه كمخدرات يا عم هادي؟ يعني انت بتنزل تضيع معاه وقت، بتنزل مع صاحبك انت وهو عايزين تنسوا ألم الدنيا وتنسوا ألم ان انتوا وراكم حاجات لازم تعملوها وتنسوا الفشل اللي انتوا وقعتوا فيه غصب عنكم من ساعه وانتوا صغيرين عمالين تتبرمجوا على الفشل وتتبرمجوا ان انتوا تبقوا عبيد. فبشكل عام عارف اللي هو ايه، انت بتنزل مع صاحبك واخد صاحبك ده كمخدر، واخد صاحبك كمخدر. عارف يعني ايه كمخدر؟ يعني انت بتنزل معاه ما بتفكرش في اي حاجه، تفضل تهلس تفضل تتريق على البنات اللي ماشيه، تفضلوا تتريقوا على الاولاد اللي ماشيه لو انتوا كنتوا بنات ومش عارف ايه، وتفضلوا تهزروا وتهلسوا كده مع بعض. فانت واخد صاحبك كمخدر مش اكتر. فانت طول الوقت في منافسه مع الناس دي، وكل ما الناس دي زادت اساسا وكل ما كان فشلهم زياده كل ما انت دخلت معاهم في منافسه. طيب انت لو قررت بقى تتطور وتتحسن وانت وسط المجموعه دي، انت حرفيا بتبقى مش مجرد مخدر، انت بتبقى مجرد كده صفحه قلم، بتبقى اللي هو ايه، حاجه كده خاره، حاجه كده هم بيتمنوا ان انت تموت، بيتمنوا ان انت تولع، بيتمنوا ان انت توقف، بيفرحوا فشخ لو في لحظه من اللحظات قلت لهم انا خلاص مش هروح الجيم عشان جات لي اصابه، انا خلاص هبطل الجيم عشان خاطر الجيم محتاج فلوس. وهتلاقيهم برضو بيزودوا عليك اكتر واكتر. ليه؟ لان انتوا بالنسبه لبعض مخدرات مش اكتر، مخدرات اللي هو احنا عايزين ننسي بعض ألم الوقت وألم الحياة وألم الفشل اللي احنا واقعين فيه. فبنبقى مع بعض كده كمخدرات. اللحظة اللي حد فيها يتطور ويتحسن فهو هيحسس البقية ان الفشل من عندهم هم، انما هم عايزين يقعدوا مع بعض كلنا كده فشلة، كلنا كده نلوم كل حاجة، كلنا نلوم البلد، نلوم الظروف، نلوم الخرا، نلوم كل حاجة احنا فيها. بس ايه، ما حدش فينا يتحسن. لان اللحظه اللي حد فيها يتحسن هو هيحسسنا قد ايه احنا فشله. ليه؟ لان احنا كلنا زي بعض وكلنا عندنا نفس الظروف وكلنا عندنا نفس الحاجات. فانت ليه تتحسن وانا لا؟ بس فهو بيستسهل. تبص تروح تلاقي كل واحد معاه شطانه، معاه شطانه كده بالليل ماسك في ودنه وعمال يحكي له قد ايه ان انت لو اتطورت وتحسنت كده في وسط المجموعه دي، هم بقى الشيطان يقعد معاهم بالليل بقى اللي هو ايه، اللي هو ده ما يستاهلش اللي هو فيه، ده ما يستاهلش البنت اللي معاه، ما يستاهلش مراته، ما يستاهلش خطيبته، ما يستاهلش اي حاجه، اهله هم اللي ساعدوه، اهله هم اللي كذا، وانت تكون طالع عينك اساسا تكون مفشوخ اصلا. فاهم؟ تكون وصلت للحاجات دي بعذاب وبارهاق. عارف اللي هو ايه، انت في منافسه مع الناس دي كلها، انت مش في منافسه مع نفسك بس، انت منافسه مع البشر كلها. يا اسطى انت لو قاعد انت وصاحبك عادي يا اسطى، وكنت مثلا انت شكلك حلو وهو شكله احلى منك بشويه، واتعرفت على بنت في يوم من الايام وحبيتها ورحت تحكي له نظره لانك انت فعلا محتاج تحكي في حياتك ومحتاج تتكلم مع الناس، بس انت طبعا ايه، كل اختياراتك زي الزفت والنظره لان الظروف بتاعتك زي الزفت فحطاك وسط ناس زي الزفت. فانت بتحكي له مثلا بتقول له والله انا حبيت فلانه ومش عارف ايه وحصل كذا 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 كذا، ويبتدي يشوفها معاك ويبتدي يجي معاك ويساعدك. بعد كده شوت بص تروح تلاقي الواد ده عايز يظبطها او عايز ياخدها. ليه؟ لان هو داخل في منافسه معاك. هو عارف هو إيه، احنا عايشين في شده، في صعوبه، ان انت في منافسه مع البشر كلها. يا اسطى البنت نفسها اللي انت بتحبها هي طول الوقت حطاك في منافسه مع الناس التانية، هي طول الوقت حطاك في منافسه مع ناس بتتفرج عليهم على التيك توك، مش عارف عمالين يجي لهم حاجات في لايفات ببلاش واللي هو يطلع يقعد يتكلم فتبص تروح تلاقي الفلوس عماله بتجيله. فهي طول الوقت بتتمنى ان يا سلام لو كان ده خطيبي، يا سلام لو كان. هي طول الوقت حطاك في مقارنه بينك وبين الرجاله التانيين، ولازم انت تكون احسن راجل في حيزها. انت طول الوقت محطوط في منافسه، لازم تحط في دماغك العقليه دي. تبطل يعني بص، بطل فكره سذاجه اللي هو انا ما حدش بينافسني. لا، انت طول الوقت الناس كلها بتنافسك يا اسطى. انت قرايبك من الدرجه الاولى، ولاد عمك، مراتات عمامك، الناس دي بتفرح لما بيحصل لك مصيبه، الناس دي بتفرح لما انت تطلق، الناس دي بتفرح لما انت تفركش خطوبه، الناس دي بتفرح لما انت بتبقى في ضائقه ماديه. الناس عارف اللي هو ايه، هما بيتبسطوا فعلا،
هم عارف، هم من جواهم بيتبسطوا بيقولوا اه الحمد لله في حد افشل مننا موجود. انما اللحظه اللي انت فيها بتنجح هو بيوصلك بصت كده اللي هو غل حقد. ليه؟ لانك انت طول الوقت بتفكرهم بفشلهم، بتفكرهم بقد ايه هم ضايعين، قد ايه هم فاشلين. فهل انا مش في منافسه مع حد غير في نفسي؟ لا، انت طول الوقت في منافسه مع الناس كلها. يا اسطى البنت اللي انت بتحبها لما هي جميله وحلوه، هي في غيرك بينافس عليها، في غيرك عايزها، في غيرك احسن منك كل يوم عمال يشتغل ويتطور علشان خاطر عايز ياخدها. فاهم؟ فانت فكره ان انا مش في منافسه مع حد وانا طول الوقت هرتاح والدنيا بتاعتي هتبقى زي الفل، انت مش هيجي لك وقت ترتاح طول ما احنا عايشين في الدنيا دي. والدنيا دي واقعها اليم بشكل اللي هو احنا مثلا نفضل نقول ايه، نفضل نقول لا الموضوع مش بالفلوس، الموضوع مش بالشكل، الموضوع مش كذا. هو الموضوع فلوس وشكل وموضوع كل حاجه من الحاجات دي. يعني احنا نفضل نقول لا 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 الحب مش بالشكل، الحب مش بالفلوس. اللي بيقولوا كده اساسا يا اما شكلهم وحش يا اما معهمش فلوس. بس حرفيا كل حاجه في الدنيا دي هي ماشيه بفلوس وبشكل، ده رقم واحد. عارف اللي هو ايه؟ انت بتكتشف ده بعد فتره طويله، بتكتشف قد ايه ان لازم يكون شكلك حلو، ولازم تفضل تطور من جسمك طول الوقت علشان خاطر شكلك يبان احلى، لان الناس هتبص لك بنظره مختلفه وانت جسمك حلو. انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ انت عايز اقول لك انت في منافسه طول الوقت شرسه، فنفسها طول الوقت شرسه. انت البنت اللي انت بتحبها هي حرفيا بتنزل الشارع مع اصحابها، واصحابها بينافسوا مين فينا هيجيب احسن راجل، واكتر راجل فورمه، واكتر راجل عنده عضلات، واكتر راجل عنده شخصيه حلوه. فطول الوقت وهم بيحكوا لبعض كل واحده فيهم بتتمنى ان يكون معاها الراجل اللي مع التانية، الراجل القوي، الراجل اللي كلنا بنحسد صاحبتنا عليه. فطول الوقت هي حطاك في منافسه، طول الوقت حتى هي بنفسها كده واخداك كده شرماك، حطاك في منافسه مع ناس تانية. ده لو كانت حتى بتحبك، ده لو كانت بتحبك، او لو كانت انت احسن راجل في حيزها فهي واخداك. فتخيل كده انت احسن راجل في حيزها واخداك وبرضه حطاك في منافسه. يعني عارف اللي هو احنا من كتر ما هم عندهم نقص هم بيعملوا كده، لان هي اساسا واخداك وهي مش عارفه هي واخداك ليه. هي ما عندهاش وعي. انت عارف اللي هو ايه؟ انا اغلب اصحابي اللي خطبوا حرفيا خاطبين بنات، البنات حرفيا ما عندهاش وعي. هي انت خطبتيه ليه؟ طب انت وافقتي عليه ليه؟ وانت خطبت البنت دي ليه؟ هو خطبها عشان شافها شكلها حلو، شكلها لذيذ، مش عارف اتكلمنا مع بعض يا دوبك ارتحنا في الكلام فخلاص انا خدتها. مش عشان هي بتكمل النقص عنده، مش علشان خاطر هي بتزود له حاجات في الوعي. ساعتها كده بنبقى نتكلم عليها، لان ساعتها فعلا حرفيا هم هياخدوا اتنين طول العمر. انما الجو اللي موجود ده لا، ده جو منافسه، جو منافسه بحت. جو منافسه يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بقيت احسن راجل اتقدمت لك، واكتر راجل معاه فلوس، واكتر راجل جاهز، فبشكل عام انت خدتيني. بس لو جه واحد تاني، لو واحد تاني كده في فتره الخطوبه راح يتقدم لها، بلاش خطوبه، لو احنا مرتبطين، جه واحد تاني بقى ايه اقوى مني، عضلاته احسن، عنده عربيات، عنده بتاع، هتسيبك وهتروح له يا باشا. يعني انت في منافسه طول الوقت، انت في منافسه. طب انا اعمل ايه يا عم هادي عشان خاطر المنافسه دي؟ لازم تخلي عقلك طول الوقت محطوط في ضغط تنافسي. طب حاطط في دماغك كده ان اليوم اللي انت هتقضيه تكلم حبيبتك في التليفون وما تنزلش الجيم، اليوم ده المنافسه بتاعتك بتقل، اليوم ده رصيدك عندها نفسها هي بتقل. والموضوع مش مقتصر فقط على البنات، انت مقتصر فقط على الحياه كلها. انا بمثل لك بحاجه كده كاننا كشباب عشان تفهمها. يعني انت اللحظه اللي جسمك بيبقى فيها حلو لما بتخش شغل معين، لما بيبقى عندك شغلك الخاص وتبتدي تكلم الناس وتقول لهم مثلا انا باخد 3000، لما بيبقى جسمك معين لو طلبت 6 بتاخدها. لما بيبقى جسمك احلى، كل ما كان جسمك احلى كل ما الدنيا بتاعتك احلى. ما تصدقش اي حد يقول لك انت مش في منافسه، انت بتتطور وتحسن. كلنا يا باشا بنتفشخ، كلنا طالع ميتين سكه ودغري، عشان اجيبها لك على بلاط. كلنا طالع ميتنا وكلنا هيطلع ميتنا، وكلنا بنتحط في منافسه، وكلنا بنتحط في مقارنات طول الوقت مع ناس تانية غيرنا. وكلنا يا باشا ايه، عيلتنا كده كلها ما بتحبناش. وعايز اقول لك على حاجه، اغلب 90% 99% يا باشا من اصحابنا بيفرحوا لما انت تروح تحكي له مشكله، بيفرحوا لما انت تروح تحكي له ان انت خلاص انت وفلانه الفلانيه اللي هي ملهاش اي 3 لازمه فركشته. بيتضايق لما مثلا تقول له ده انا طلعت النهارده مع فلانه الفلانيه وجابت لي هديه ومش عارف وجابت لي كذا، ويشوفها قد ايه هي بتحبك، هو بيتضايق. ولو جات له فرصه ان هو يغدر بيك وياخدها، لو هي بقى قصره وزباله ووسخه وبرضه عارف اللي هو ايه، في بنات كده تحب تخش تاخد الواد وصاحبه وبتاع، ولو هما الاثنين فاهم وعيهم قد كده فخلاص انا هاخد الاثنين برضه، فاهم؟ عادي قشطه اللي هو تمام، ما يولع صاحبي انا هاخدها، فاهم؟ بل بالعكس هو بيحس بقيمته
لما ياخدها، لان هو اساسا كده كده فاشل، ما بيحسش بقيمته في اي حاجه في حياته. فبالنسبه له فكره ان انا خدت من صاحبي واحده والواحده دي حلوه، يا ده انا هتحسسني بقيمتي شويه. وانت كبني ادم لازم تحس بقيمتك. لو ما حسيتش بقيمتك في الشغل، ما حسيتش بقيمتك في نفسك، في ان انت كل يوم ماسك نفسك كده تسلخها، انت عارف كل يوم ان هو ايه، لا انا مفيش، انا ما عنديش طاقه ان انا اروح الجيم، مفيش شغف، مفيش اي حاجه، لا خلاص افتح فيديو على النت واتفرج كده على ناس عندها عضلات بطن. طيب خلاص اتفرجت ومفيش شغف برضه، انزل غصب. ما هو ليه؟ لانك انت في منافسه. انت اليوم اللي هتتاخر فيه انت هتتفشخ. غيرك يا باشا بيتدرب، غيرك بيعمل فلوس، غيرك هما في منافسه، بس منافسه اقل شويه. ليه؟ لان هو ابوه اتنافس قبله، وابوه موفر له فرص، وابوه موفر له حاجات. فبشكل عام هو ممكن يخش ياخد البنت اللي انت بتحبها، ياخد البنت اللي انت عايزها. طول الوقت انت في منافسه، ما ينفعش تخلي الناس دي تفرح فيك. عشان كده انا دايما هنصح الناس ان هو ما تحكيش مشاكلك لعيلتك خالص، ايا كان، وخصوصا الدرجه الاولى دول اللي هم عارف اللي هم ولاد عمك، ولاد خالك، ولاد مش عارف مين. ما تحكيش ابدا اي مشاكل. ولو قررت في يوم من الايام تتجوز او ترتبط، حاول ترتبط بحد ما يطلعش اي سر بره، واللحظه اللي يطلع فيها سر بره يطلع بره معاه. يعني مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ان انا مشاكل تطلع لامك او حاجات زي كده، لا، في مشاكلنا طلعت بره، انت تطلعي بره مع المشاكل دي. وش ليه؟ لان اللحظه اللي مشاكلك فيها بتطلع بره، هو الناس دي بتفرح. فاهم؟ انت محتاج حد يكون معاك ظهرك باحسن صوره ممكنه. ليه؟ كل ما انت ظهرت باحسن صوره ممكنه في المجتمع بتاعنا البايظ، وظهرت بعضلات وبشكل وبلبس وبجمدان وعقلك كويس، كل ما انت هتتطور، وكل ما انت هتعمل فلوس اكتر، وكل ما انت هتنجح اكتر، وكل ما انت هتثبت اكتر. لو ظهر حد بيحكي ان انت عندك مشاكل، ظهر حد بيظهرك بشكل وحش، مش هينفع تقعد معاه خالص خالص، هتضيع، هينزلك. فاهم انا بتكلم في ايه؟ فبشكل عام لازم تبقى حاطط في دماغك عقليه المنافسه. طيب اعمل ايه هذه الفتره دي مثلا علشان خاطر اخش في عقليه المنافسه؟ كل واحد فينا ليه مجاله، كل واحد فينا كده ليه مجاله، كل واحد فينا ليه حتته. في اللي عايز مش عارف يبقى كوتش في الجيم، في اللي عايز يتدرب، في اللي عايز مش عارف يعمل ايه، في اللي عايز يشتغل شغلانه معينه، في اللي عايز يفتح مطعم. طيب بشكل عام حاول على قد ما تقدر لما تختار طريق تمشي فيه، اختار طريق صح. يعني ما تروحش تيجي تقول لي ايه، انا في كليه وهخلص كليه وبعد كده هتعين مش عارف في المكان الفلاني وبعد كده اشتغل في المكان الفلاني. كده انت سقطت في المنافسه، لانك انت رحت في مكان ما بتتطورش فيه. ما تمشيش في سكه غيرك مشاها وادت بيه للفشل، وانت شايف ان هي ادت ب 99% من المشي في الطريق ده للفشل، وانت مكمل فيها. فتقول لي مثلا انا مكمل في حقوق عشان ممكن اتعين نيابه. لا، مش تتعين نيابه يا باشا، انت بتقدم لها ملايين وبياخدوا مثلا اعداد قليله قوي، فانت نسبه حصولك قليله قوي، فانت هتضيع من عمرك السنين دي كلها على نسبه قليله. فانت برضو دخلت في حته المنافسه، ان انت بقيت ساقط. فاول حاجه لازم لما تختار طريق، اختار طريق صح. اختار ناس، يعني في كومنت من الكومنتات بيتكتب لي دايما والله العظيم، وانا اسف ان انا هشتم، يعني بيتكتب لي من اصحابي، بيتكتب لي من ناس انا اعرفها، اللي هو يا دي طب هو احنا كلنا كده هنبقى ممثلين، وكلنا هنبقى نجوم، وكلنا هنبقى يوتيوبر وجيمر، وكلنا هنبقى ناس جامده في المجتمع؟ مين اللي هيبقى صيدلي، ومين اللي هيبقى مهندس، ومين اللي هيبقى مش عارف دكتور، ومين اللي هيبقى مثلا زبال؟ خلاص انت حر، انت عايز تكون زبال خلاص خليك زبال يا عم، انا مالي يا عم. طب خلاص انا عايز ابقى نجم يا عم، انا عايز اعمل افلام، انا عايز اعمل 1 2 3 10، عايز اتطور، عايز اعمل مونتاج جامد، عايز اعمل شركه انتاج ضخمه. طب خلاص انت قررت تكون زبال، خلاص انت حر يا عم، ماشي. انت عايز تكون زبال خليك زبال، وانا هبقى النجم يا باشا، اتفرج عليا. يعني فاهم. فالناس اللي هي بتقول لك ايه، طب احنا هل كلنا هنبقى جامدين؟ اه يا باشا، عشان انت في منافسه، اللحظه اللي انت ما بتتطورش فيها في حد غيرك بيتطور. اللحظه اللي انت ما بتروحش فيها الجيم في حد غيرك بيروح الجيم. وكل لحظه انت ما بتروحش فيها وغيرك بيروح، فرصه انه ياخد منك الحاجه اللي انت عايزها بتزيد. ما تقوليش البنت دي بتحبني وبتموت فيا يا باشا، لا. مع اول واحد هيظهر معاه فلوس اكتر، جسمه احلى، شكله احلى، هزر معاها هتبتدي تتغير عليك، بس هي مش هتجيبها لك على طول، بس هتكون هي عايزاه ونفسها فيه. ولو الواد قبلها والواد برده كان عايزها، اللي هو احسن منك ده كان عايزها، هي مع الوقت هي مش هتجيبها لك في الوش على طول تقول لك مثلا لا احنا هنسيب بعض عشان خاطر فلان. لا، هي هتلاقيها بتتغير عليك لحظه بلحظه. انت هتبتدي تتمرد على الواد وتقول لها لا سيب الواد ده وما تكلموش ومش عارف ايه، وهتكلمه من وراك فتره، وتبتدي هي تتمرد عليك لحظه بلحظه. اول ما تتمكن من الواد هتروح سايباك، تتلكك لك اي حوار، تلبسك اي مصيبه، تلبسك اي خرا، تقول لك مثلا انت بتضغطني، فانت تقول لك انت بتضغطني وانا حاسس العلاقه دي مش مناسبه. ليه؟
انت كنت في منافسه. هل انت في منافسه مع نفسك مع الاستاذه دي والاستاذه دي مريحاك؟ لا خالص. طيب بما ان انا طولت وقت الفيديو مخصوص عشان خاطر نوصل للنقطه دي عشان اتكلم فيها براحتي، طيب يا رب بس الفيديو ما يبص. بشكل عام انت متجوز، هل انت كده تمام؟ هل انت كده فل؟ لا، انت في منافسه يا باشا. في منافسه ان انت تعرف تبسط مراتك بالشكل اللي يخليها ما تفتنش، وبالشكل اللي يخليها ما تروحش حد تاني. انما بشكل عام ايه اللي بيحصل يا باشا؟ انت من كتر ما انت مدمن افلام اباحيه عقلك باظ، فطول الوقت انت متعود تشوف بنات حلوه جدا بكل الاشكال والاحجام، ومهما اتجوزت واحده حلوه اعفن واحده من اللي انت بتتفرج عليهم احلى منها 100 مره. فبشكل عام انت ما بتستثرش عليها. ما يعني ما بتستثرش عليها، يعني من الاخر كده ما فيش اي انتصاب عليها، يعني ما بيوقفش يا باشا. خلاص يا باشا، ما فيش، ما بيوقفش. فانت عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه ما بيوقفش؟ يعني هي مش تتبسط، يعني هي مش هيفرز فيها هرمون الحب، يعني هي هتحس بنفور ناحيتك، يعني انت مش هتكون قوي. يعني هي طول الوقت هتبتدي تكلم اصحابها بقى، ولو كان في بقى واحده من اصحابها عماله تحكي لها تقول لها قد ايه جوزي انا قوي، وقد ايه جوزي كويس، وقد ايه جوزي بسطني، انت برضو محطوط في منافسه. عمرك ما هترتاح، عمرك ما هترتاح يا باشا. احنا جايين الدنيا دي واحنا في عصر القابض على دينك والقابض على الجمره من النار. فانت كل يوم لازم تتطور، كل يوم لازم تتحسن. نعمل ايه برضو يا هادي؟ طيب ماشي، هكمل لك بس كده شويه نصايح بسيطه. اول حاجه ومهمه جدا زي ما قلت لك ان انت تختار الطريق الصح. ما تمشيش في طريق في مليون واحد فشل وانت رايح تكمل لي فشل معاهم، اللي هو يلا يا شباب ايه ده انتوا فشلتوا هنا، طب والله لا اكمل الطريق. ايه ده انتوا كلكم بتدرسوا، طب لما اجي ادرس معاكم وابقى عبد. فكك من الكليه ملهاش لازمه. اختار لك مجال معين وافضل ادرس فيه كتير وافضل اتعلمه على النت، وفي الاول خالص ابتدي بكورسات مجانيه، بعد كده كورسات مدفوعه، بعد كده شوف هتشتغل الموضوع ده ازاي تجيب منه فلوس وتبقى انت حر. وفي نفس الوقت لو انت مش في البدايه مش عارف تعمل فلوس، مش عارف تجيب حاجه، عادي ممكن تشتغل شغلانات عاديه في مطعم، في كاشير ب 3000 جنيه بتاع. انا بدات في سوبر ماركت يا جدعان ب 20 جنيه. يعني بدات بسوبر ماركت، في سوبر ماركت ب 20 جنيه، وكنت بنزل بدفع قسط اللاب 250 وبنزل باخد اللاب معايا بتعلم، وبقعد كده في السوبر ماركت وانا ببيع بتعلم وبعمل حاجات وبتعلم انجليزي ومش عارف ايه. وبدات اتعلم مهارات المونتاج والحاجات اللي زي كده من السوبر ماركت اللي كنت باخد فيه 20 جنيه في اليوم. يا باشا ال 20 جنيه دي كنت اقسم بالله كنت بروح اشتري 3 بيضات ب 10. 3 بيضات دي كانت عارف اللي هو ايه ب 10 عشان خاطر الجيم بس، مش أكتر. يومي كان عباره عن جبنه قريش وبيض بس. ليه؟ عشان عايز اتطور، عايز اتحسن، عايز احسن جسمي، عايز افهم. فاهم انا بتكلم في ايه؟ فانت نفس النظام، اعمل الموضوع ده. تاني حاجه استغفر ربنا. الاستغفار الكتير هيفتح لك فرص، يعني فكره ان انت داخل. كنت بسمع الجمله دي من وائل غنيم. فكره انت داخل اللعبه وحاطط في دماغك ان انت ما بتلعبش لوحدك، ان انت معاك الله، دي في حد ذاته حاجه قويه جدا. يعني هل انت في اللعبه بتاعت الحياه دي داخل لوحدك؟ لا، انت معاك الله. فلازم تقتنع ان انت معاك اله هيساعدك ويخليك تحقق الحاجات دي. يعني ما ينفعش تسمع واحد زي نجيب ساويرس يفضل يقول لك مثلا النجاح بالحظ. كلامه صح، بس مين اللي ماسك الحظ ده؟ ما هو الله. امن بيه يا عم. يا عم احنا مش مؤمنين بيه يا عم. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. استغفر. الاستغفار هيخلي الفرص تتفتح لك، وهيخليك وانت ماشي في الطريق عمال تتطور وتتحسن اكتر واكتر، وبتبقى جامد اكتر واكتر، وبيظهر لك ربنا الناس الوسخه اكتر واكتر. امسك الرسائل الربانيه. يعني ايه دي؟ يعني بنتكلم عنها في حلقه الموفنج اون يعني. بس الرسائل الربانيه اللي هو ربنا اظهر لك ان البنت اللي معاك دي وحشه، شمال في تعاملها. مش شرط تكون شمال اللي هو بقى مفشوخه ومفتوحه، لا، شمال في تعاملها، شمال وحشه معاك، بتعاملك وحش، بتعاملك بتقبل. سيبها يا ابني، سيبها يا ابني. بص، تقبل اي رسائل ربانيه من الله. يعني ربنا بين لك ان الطريق ده وحش تمشيش فيه، بين لك ان الطريق ده، بعت لك مليون رساله بيقول لك فيها ان البني ادم ده زباله، ما تكملش معاه. بعت لك مليون مره ومليون حوار ومليون قصه ان البنت دي وحشه وان الواد ده وحش، وانت مصر تكمل معاه. اصل هو بص، ولله المثل الاعلى، ربنا مش هينزل يمسكك من ايدك ويقول لك اعمل كذا واعمل كذا. احنا هنا يا باشا في اختبار، احنا هنا في اكزام يا باشا، احنا في اختبار يا باشا. احنا هنا جايين الدنيا علشان خاطر نشوف مين فينا هيحل صح اكتر. فانت مفيش حد هينزل لك من السماء تمام يقول لك يلا اعمل كذا اعمل كذا، لا، هو بيساعدك وبيعرفك وبيبعت لك رسائل كتير. بيبعت لك رسائل في تصرفاتهم، بيبعت لك رسائل في ان انت لما بتقعد مع عيلتك بتشوف في عينهم ان هم كارهينك، بتشوف في عينهم ان هم مش عايزينك تنجح،
بتبقى قاعد مع البنت اللي انت بتحبها بتكلمها في التليفون، بتسمع منها كلام ان هي عايزه راجل غيرك، وعايزه عربيات، وعايزه وعايزه وعايزه. فاهم؟ فانت طول الوقت تتقبل الرسائل دي، واعرف ان مش انت المطلوب، ان انت موجود في فتره. انت دلوقتي تعتبر بالنسبه للبنت دي احسن راجل في حيزها، فعلشان كده هي بتكلمك دلوقتي. انما لو جه راجل تاني تتحط بقى، تبقى في البرو، تبقى البيست، تبقى صاحبها، تبقى موجود كده ايه، يلا ستيب. انما اللحظه اللي هتتطور فيها تعاملها هيتغير تماما. فانت مش في منافسه مع نفسك، انت منافسه مع البشر كلها، منافسه مع العالم كله. انت حتى في شغلك يا باشا لازم تتطور فيه ولازم تحسن فيه عشان تبقى في منافسه. طيب فانا بقول لك اني اهتم ادي احنا قلنا نقطتين، نتكلم عن النقطه الثالثه اللي انت ممكن تعملها بسرعه بس قبل ما وقت الفيديو يطول. بس انا بالنسبه لي عادي، انا بحب ان وقت الفيديو يطول علشان خاطر انا بحس ان فيديوهاتي فيها نسبه يعني خطوره، نسبه ان ما حدش بيتكلم في الكلام ده. فانا حابب ان الفيديوهات تطول عشان خاطر اللي يسمعني حرفيا يبقى هو يستحق هذه المعلومه، انما انا مش فارق لي اي حاجه. طيب رقم 3، انت حاول على قد ما تقدر تخلي جسمك وشكلك حلوين بشكلك. ما حدش يفضل يبعت لي رساله على الخاص يفضل يقول لي طب هادي انا شكلي حلو، طب انا يا جدعان هو انا بقيم يعني انتوا شايفين شكلي حلو يا جدعان؟ لا، كل الحكايه ان انت لما تطلع عضلات، لما يطلع لك 6 باكس، لما يطلع لك عضلات كده وتلبس تيشيرتايه شكلها حلو، تلبس قميص شكله حلو، بتحلو. لما مثلا ايه شعرك، يا عم شعرك خشن، ظبطه كده واحلقه وخليه مظبوط ومش عارف ايه، وظبط دقنك لو انت عندك دقن، ظبط، حاول كده الفريم بتاعك الكاريزما بتاعتك تبنيها على شكلك وعلى شخصيتك طول الوقت. طور من شكلك وحسن من شكلك وحسن من جسمك. ما ينفعش في يوم ما تنزلش في الجيم. اليوم اللي انت ما تنزلش فيه الجيم فرص ان واحد يكون مع البنت اللي انت بتحبها اكتر. البنت اللي انت بتحبها بتضيع منك بجد. ما ينفعش تكلمها وما تنزلش حتى لو كانت بتحب. يا باشا بص، الحب يا باشا بالشكل يا باشا. انا عشان بس اجيبها لك على بلاط، الحب دايما كالبدايه، بدايه الشعله وبدايه الانطلاقه بالشكل، بالعقل، بالفلوس. فاهم؟ في مجتمعنا ده الحب مش بالحاجات اللي انت تعملها للشخص، بل بالحاجات اللي انت تعملها لنفسك. انا عايز فلان يحبني. طيب ايه الحاجات اللي انت بتعملها لنفسك هتخلي فلان ده يحبك؟ مش بالحاجات اللي انت تعملها له. يعني انت ما تفضلش تروح وراها وتجيب لها ورد وتجيب لها هدايا وتجيب لها كذا وتجيب لها كذا. مع اول واحد قوي هيظهر في حيزها، مع اول واحد شكله حلو هيظهر في حيزها، مع اول واحد اجمد منك هيظهر في حيزها، هتنسى كل الحاجه اللي انت عملتها وهتروح عشان اجيبها لك على بلاطه. فانت اعمل لنفسك، كل ما انت عملت لنفسك كل ما هي هتحبك اكتر، وكل ما الحياه هتحبك اكتر، وكل ما انت هتتحسن اكتر. يا باشا كل يوم لازم تنزل جيم. مش كل يوم يعني، انا اقصد لازم تنزل جيم في حياتك عامه، مش اللي هو تنزل تفشخ نفسك ويحصل لك اصابه. لا، انت بتنزل تفشخ نفسك بس بصح، وبتقرا معلومات صح، طول الوقت بتطور من نفسك وبتحسن من نفسك بشكل انت حاطط في دماغك ان انا في منافسه مع الناس كلها، وما بتطلعش مشاكلك بره لحد زي ما احنا متفقين. ما بحكيش مشاكل لحد، ما تطلعش، تقدرش تقول مثلا ده انا بعاني، ده انا كذا، ده انا كذا. محدش حابب يسمع ده، محدش حابب يسمع ده غير لما تنجح فعلا وتبقى قاعد مع منى الشاذلي يعني. فاهم؟ بس مش اكتر. وحتى لما تطلع مع منى الشاذلي ما تحكيش. مش لازم اي حد يطلع لمنى الشاذلي يفضل يعيط. يعني لو حد منكم نجح نتيجه للفيديو ده ان شاء الله يعني، وما تطلعليش تعيط عند منى الشاذلي، مش طالبه هي رجاله قاصره، لا دموعك دي تخليها مع نفسك، تخليها مع كتاباتك، تفضل تكتب مشاعرك اول باول. دي النصيحه مثلا ممكن نقول الثالثه. انت ماسك ورقه وقلم كده بتكتب فيها كل الحاجات اللي انت حاسسها. تكتب فيها مثلا انا بحب فلانه الفلانيه، بس فلانه الفلانيه طول الوقت بتحكي لي عن فلان وعن علان وهي بتحبهم، وانا بالنسبه لها مجرد بيست، فانا موضعي في الموضوع بايظ، فانا هفكس منها. تفضل تكتب لنفسك 100 سبب انك انت تعمل الحاجه دي، 100 سبب ان انت تنزل جيم. ما ينفعش تبقى تخين. يعني التخن ده الناس بتقول لك يا عم عادي يا عم وما تتريقش على الناس. التخن ده حاجه وحشه، التخن ده حاجه بشعه يا باشا. انت لازم، التخن ده مرض، التخن ده مرض وبيخلي شكلك وحش وبيخليك خرا وبيخليك ضعيف جنسيا وبص وبيقرفك في حياتك وبيقرفك، وبيبقى شكلك في اللبس معفن، وبيبقى راجل عندك صدر، والصدر ده اساسا بيطلع لك استروجين هرمون بنات، فبالتالي حتى طريقه تعاملك مع البنات بتبقى قليله. اساسا عايز اقول لك على حاجه، انت في اللحظه اللي تتطور فيها، انا هقول نقطه بقى بما ان احنا وصلنا لاخر الفيديو عشان خلاص هتلاقي الفيديو قفل. طيب انت في اللحظه اللي انت بتتطور فيها وبتتحسن فيها يا باشا، حرفيا انت كل مدى استحقاقك لنفسك بتحس ان هو زياده. يعني ايه؟ يعني تحس انت تستاهل واحده احلى، تحس انت تستاهل ناس احلى، تستاهل ناس اجمل، تستاهل حياه افضل. وده شعور حلو انت بتكتسبه كل ما تتطور، كل لحظه بتتحسن فيها، كل شهر يعدي تلاقي جسمك زاد، تلاقي لبسك
في الدولاب زاد، تلاقي الفلوس في جيبك زادت وعمال تحطها وعمال تعمل وعمال تتكلم بطريقه معينه، ووعيك بيزيد، ما بتعرفش الناس انت عندك ايه، وفي نفس الوقت ما بتعرفش كل الحاجات وكل السكيلز وكل المهارات اللي عندك، وعمال تطور منها واحده واحده في البيت، وعمال تطور ايش في علاقات وايش في تعامل وايش في كذا وايش في كذا. كل ما انت بتحس ان انت تستحق حاجه افضل. شعور ان انت بتستحق حاجه افضل ده قسما بالله ما هلاقي، يعني لما توصل للحته اللي انا حاسسها ما هلاقي في رسائل من شباب بيبعتوها لي والله العظيم، وقلبي بيوجعني عليهم، لان انا كنت زيهم في يوم من الايام، اللي هو ايه، اللي هو انا البنت دي وجعت لي قلبي، انا البنت دي مش عارف كسرتني، انا عايز اكسرها، انا مش عارف، انا عايز اتطور، عايز احسن. يا عمي انا عايز اقول لك ان انت اللحظه اللي انت بتتطور فيها واللحظه اللي انت بتتحسن فيها، لو اي حد سابك في الطريق بتقول له يا باشا غور. ده بيكون عندك قوه، بيكون عندك باور شديد يا جدعان، عارف اللي هو انت بتبقى جامد، بس محتاج تقفل، محتاج فتره انتقاليه، محتاج فتره انتقاليه انك انت تبطل افلام اباحيه، محتاج فتره انتقاليه انك انت تقعد تستغفر صح طول اليوم، تفضل طول اليوم تستغفر وتفتكر حاجات وحشه انت عملتها تستغفر، مش تردد، مش تفضل تقول استغفر الله استغفر الله، لا، تفتكر حاجه وحشه انت عملتها تستغفر بس. فمش عارف، الفيديو شكله هيطول مننا قوي، هيطول مننا قوي، وانا فاهم بحب اتكلم في المواضيع دي بالذات. فلا، انت محتاج تروح جيم، محتاج تحسن من شكلك، محتاج تقفل على نفسك، محتاج تختار لبس كويس، تختار حاجات معينه، تختار شغل معين. انت ماشي، انت بتنزل الشغلانه حتى لو هتاخد منها جنيه يا باشا، انزل الشغلانه دي، بس انت عارف ان انت الجنيه ده هتاخده هتشتري بيه حاجه معينه، هتطور بيها حاجه معينه، علشان كمان 3-4 شهور هتكون شغال في حته تاني عشان هتاخد منها 2 جنيه. فاهم انا بتكلم في ايه؟ بس ونبدا باللي معانا، امسك في ربك قوي، امسك في ربك قوي. معلومه مهمه هقولها وقلتها قبل كده في فيديو الصلاه، امسك في ربك قوي. 5 صلوات دول يا اسطى والله العظيم بين كل فرد وفرد حصل لك مشاكل في الوقت ده، حد نكد عليك، حد ضايقك، حد خنقك من اصحابك، قلت كلمه انت مش عايز تقولها، وراح صاحبك راح ماسكها، راح سلخك بيها وقعد يقول لك قد ايه انت فاشل وقد ايه مش هتحقق الحاجه دي، احكي ربنا كل الكلام ده. وكل مره انت بتحكي ربنا اتفق معاه على ايه الغلطات اللي انت عملتها واللي انت مش عايز تكررها تاني، والله العظيم هتلاقيه بيفتح لك فرص مهوله 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 مهوله. احنا بننافس الكل يا باشا، احنا بننافس الكل. بس واللحظه اللي حرفيا هتلاقي فيها حد عقله من نفس عقلك وتفكيره من نفس تفكيرك، ده ساعتها اللي ينفع تطوروا بعض. غير كده لا، غير كده لا يا باشا، محدش بيحبك. يعني انا نفسي يكون عندي ناس بجد في حياتي بنفس عقليتي ونفس تفكيري، لان دول اللي انا هرتاح معاهم في الكلام، ودول اللي احنا نتطور، ودول اللي احنا نعرف نفيد بعض. لاني هو باصص لي بصه غير البصه اللي انا باصصها له، هو باصص لي بصه ان هادي ده ذو قيمه عاليه، وانا نفس الكلام باصص له ان ده شخص ذو قيمه عاليه، فاحنا الاثنين مش عايزين نخسر بعض، فاحنا الاثنين عايزين نطور من بعض وعايزين نحافظ على بعض ونحافظ على علاقه بعض. انما غير كده لا. ونفسي يعني نفسي في الحياه كده اقابل بنت بنفس طريقه التفكير دي، نفس نمط التفكير ده، مش نفس نمط التفكير اللي هو انا عايزه افضل حاجه في الدنيا، عايزه اجمد راجل في الدنيا فعشان كده انا واخدها، لا. فاهم انا بتكلم في ايه؟ نقفل على كده، تقابل تاني بعدين.